مرحبا بك في قناتي. اليوم راح نتكلم السبب الحقيقي اللي يجعل تحب شخص ما. الله يسعد حياتك، شجعني بالضغط على زر الإعجاب واشترك معي في قناتي الجميلة، وشكرا لك من القلب الخالص. هيا لنبدأ. الشعور بالحب والاهتمام الخاص يمكن أن يكون سببا قويا للارتباط بشخص معين. عندما يشعر الشخص بأن الآخر يحترمه ويقدره ويبدي له الحب والرعاية بشكل فريد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشكيل رابطة قوية وعميقة بينهما. هذا الشعور بالتفاهم والدعم المتبادل يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالارتياح والأمان والسعادة في وجود الشخص الآخر، مما يعزز العلاقة بينهما. قد يكون ما يجعلنا نحب شخصاً معيناً دون غيره هو طبيعته البشوشة والمرحة ودائم الابتسام. النفس تميل بطبيعتها إلى الشخص المرح الذي ينشر الإيجابية والطاقة الجيدة، وتبتعد عن الشخص الكئيب الذي يعكس السلبية والتشاؤم. الابتسامة والمرح يجعلان الشخص أكثر جاذبية وسحراً، حيث يمنحان شعوراً بالراحة والسعادة للأشخاص المحيطين به. الحب هو واحد من أكثر الأحاسيس تعقيداً وأهمها في حياتنا. يمكن أن يأخذ الحب أشكالاً مختلفة ويظهر بطرق متعددة، سواء كان ذلك الحب العائلي أو الصداقة العميقة أو العلاقات الرومانسية. يمكن أن يكون للحب تأثير عميق على صحتنا العقلية والعاطفية، ويمكن أن يعطينا القوة والدعم والسعادة في حياتنا. نحب شخصاً معيناً لأن هذا الشخص يتقرب منا ويهتم بنا. عندما يشعر الشخص بأن هناك من يحبه ويحاول التقرب منه ويهتم بكافة تفاصيله ويبادر لمعرفة كل الأمور المتعلقة به ويقف بجانبه في وقت الشدة، فمن الطبيعي أن ينجذب إليه ويحبه دون غيره. هذا الاهتمام والرعاية يولدان شعوراً بالأمان والراحة، ويعززان الروابط العاطفية. فالأشخاص يميلون إلى من يقدرهم ويفهمهم ويكون حاضراً في حياتهم، خصوصاً في الأوقات الصعبة، مما يجعل العلاقة أكثر عمقاً وقوة. قد يكون مظهر الشخص وجاذبيته الخارجية عاملاً مؤثراً في توليد الاهتمام والجذب الأولي نحوه. فالعين غالباً ما تجذب إلى الجمال الخارجي، وقد يكون هذا الجاذبية البصرية الأولية هي الدافع الذي يجعل الشخص يرغب في التعرف على الشخص الآخر بشكل أعمق. قد يكون وجود أوجه للشبه بيننا وبين الشخص الآخر عاملاً مؤثراً في توليد الجاذبية والتقارب العاطفي. عادة ما نشعر بالراحة والارتباط مع الأشخاص اللي يشبهوننا في بعض النواحي، سواء كان ذلك في الهوايات أو القيم أو الاهتمامات الشخصية الأخرى، وهذا التشابه يمكن أن يعزز الشعور بالتفاهم والانتماء، مما يؤدي إلى تطور علاقات متينة وعميقة بين الأشخاص.